السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر الربحي. اليوم جيتكم بواحد الموضوع مهم جدا، ألا وهو كيفاش نعوض أو نقاد الكرسي ديال السيارة ديالي من جميع الجوانب وتكون عندي سياقة مريحة صحيا وبدنيا. من المعلوم أن الراحة داخل السياقة أهم من السياقة بحد ذاتها، وبالتالي سنركز مزيان على أني قبل ما ننطلق بالسيارة ديالي خصني نكون مرتاح واحد الراحة تامة من ناحية ديال المسند ديال الظهر أو من ناحية ديال الرجل أو لا حتى اليدين. لهذا اليوم غنهضروا على الموضوع هذا، ركزوا معايا مزيان ما تمشوش بعادين بزاف. أولا قبل ما نسوق السيارة ديالي خصني نشوف المسافة اللي بيني وبين لومبرياج. إلا بغيت نقرب الكرسي كاين واحد الأداة مسؤولة عن تحريك الكرسي إلى الأمام أو إلى الخلف كما كتشوف الفيديو. بهذه الطريقة هذه كنرفع عن الفوق وكنقرب القدام أو راه كنرجع للور. إذا قلت باش نعوطو الكرسي مزيان نضغط على اللومبرياج مزيان حتى القاع ونشوف المسافة اللي خصني نكون معوض فيها. ما خصنيش يكون قريب بزاف كما كتشوف في الفيديو، حيت رجليها بقى يضرب في المقود وغتكون السياقة معذبة بمعنى الكلمة. كما كتشوف في الفيديو خصني نحاول نرجع الى الخلف قليلا، ما خصنيش نرجع بزاف عاود كذلك كما تشوف في الفيديو. الا رجعت بزاف الى الخلف غادي يوقع لي مشكل انني ما يبقاش نوصل للومبرياج، والا وصلت للومبرياج ما نقدرش ندوز الفيتاس او لا، وغادي نبقى نسمع طقطقه في الفيتاس. يعني غنبقى نسمع طقطقه علاش؟ لانني ما تكيتش اللومبرياج مزيان حتى للقاع، هذا بقيت بعيد بزاف. لهذا شنو الطريقه الصحيحه؟ هي انني نضغط على اللومبرياج ونشوف نعاود الكرسي ديالي مزيان يبقى رجلي ماشي قريب بزاف وماشي بعيد بزاف. بحال الطريقه اللي كتشوفوا دابا، يعني جلسه مريحه، ماشي قريب بزاف للومبرياج وماشي بعيد بزاف على اللومبرياج، وكذلك رجلي ما كيضربش في المقود وماشي بعيد. الطريقه الصحيحه اللي كتشوفوا هي هذه. نعاود الكرسي ديالي مزيان ثم ننطلق. بعد ما قدينا الكرسي ديالنا مزيان غندوزو للأداة الثانية، وهي عندها علاقة بالطول والقصر. إلا كنتي قصير كتحاول ترفع هاد الأداة إلى الأعلى كتعطيني ارتفاع للكرسي، ولا كنتي طويل كتحاول تدفع هاد الأداة إلى الأسفل كتعطيني انخفاض للكرسي، بالتالي كنكون هودت شي حاجة للقاع. والله يحسن العوان، ربي خلق وفرق. الأداة الثالثة هي عندها علاقة بالمقود، أي إلا كنتي واكل رزقك وعندك الكريشة واخويا دخل المقود للداخل، ولا كنت ضعيف ممسوح واكل لك رزقك خاصك تخرج المقود من عندك بالطريقة هذه باش كتكون عندك جلسة مريحة، وكذلك طريقة إمساك المقود طريقة صحية وجيدة. كيبقى عندك الاختيار نتينا انك كيفاش تحرك المقود ديالك سواء الى الامام او الى الخلف او فوق او تحت، كتبقى على حسب الطريقه اللي كتشوف انت بها مناسبه، اللي كتشوفها مناسبه في السياقه ديالك. مباشره ملي نسالي انني نقاد مزيان هذا المقود كاين واحد الزر هو كذلك كنتكي عليه مزيان يهود القاع باش كنفيكسي مزيان داك المقود باش كيبقاش يطلع هود الو كيخرج ويدخل. الاداه الاخيره هي مسند الظهر. خصنا ضروري نقادوه مزيان باش ما نبقاوش بعاد على المقود وباش ما نبقاوش قراب بزاف، وتكون الوضعية متوسطة، وبهذا كتكون قدينا الجلسة ديالنا على راحتنا. كي توجد هذا المكبس هذا فاليمين أو يسار الكرسي حسب كل سيارة كنحاولوا ندوروه القدام أو إلى الأمام باش أننا يزيد بنا القدام، او يعني كندوروه الى الخلف باش يرجع الكرسي الى الخلف، وكنعاودوا الجلسه ديالنا حسب الارتياح. بهذا نكون قد انتهينا الى موضوع اخر جديد ان شاء الله على القناه في اليوتيوب. الى اللقاء.